السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايه رايكم بقى في القمر ده؟ طبعا محدش بيختلف على الايس كريم سواء صغير او كبير. النهارده ان شاء الله هنعمل نوعين من الايس كريم، من اسهل انواع الايس كريم يا بنات. لا، هنعمله بالفواكه الطبيعيه. احنا كنا مخزنين الفراوله ومخزنين المانجا. طبعا هنطلعها وهنعملها ان شاء الله. يا رب تنال اعجابكم، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. يلا بنات، عشان احنا مستعجلين. بصوا يا امارات، احنا هنبتدي بايس كريم المانجا. انا هنا جبت كيلو من المانجا. انا كنت طبعا ده مخزناه معاكم، مخزناه صحيح يا بنات. بجيبه بقشره وهو مجمد كده واقطعه، وجبته في بوله. ليه بتعملي الكلام ده يا رودي؟ ما تحطيش في الكبه، لان الكبه عندي صغيره. لو حضرتك عندك الكبه كبيره، كل اللي انا هقوله ده هتحطيه في الكبه وهتضربي على طول. كيلو من المانجا متقطع اي تقطيعه، عليه نص كوبايه من كريم شانتيه الخام، عليها نص كوبايه من السكر البودر، وثلاث معالق. يعني لو عندك نص كوبايه لبن بودر يبقى تمام. انا كان عندي بتاع 4 معالق، ونص كوبايه من اللبن من الحليب المثلج او الميه بتبقى ساقعه قوي يا بنات. حطوا الكلام الجميل ده كله في الكبه واضربوه ضربا مبرحا. بصوا طبعا انا عشان الكبه صغيره فبقيت احط شويه بشويه. عملت المكونات دي حطيتها في بوله وبقيت اضرب شويه بشويه. حلو. بصوا بقى يا بنات المطه بتاعته وانا بنزله كان تحفة يا بنات. خلاص كده خلصنا أول نوع من الآيس كريم. بصوا السهولة والبساطة. بصوا قبل ما ندخله كمان الفريزر، بصوا المطة بتاعته جميلة ازاي. حطيته في أي علبة، أي علبة عندك بلاستيك. أنا بجيب العلب اللي هي استعمال الواحد دي وحطيتها فيه. لو عند حضرتك أي علبة بلاستيك هتسويه بالاسباتيولا. بس كده هيدخل الفريزر لمدة ساعتين وهتاكلي أحلى آيس كريم. ده أول نوع اللي هو الآيس كريم المانجا. تعالوا بقى لتاني نوع، هنعمله بتكاية كده مختلفة عشان لو حضرتك حابة تعملي كده أو تحبيه تعملي بالطريقة دي. هنعمل بقى تاني نوع اللي هو آيس كريم الفراولة. بصوا يا بنات، الخطوة دي اختيارية. أنا جبت كيس من الجيلي الفراولة حطيت الكيس في كوباية وحطيت عليه كوباية مية سخنة. قلبتها كويس جدا يا بنات، سبتها لما بردت وحطيتها في الفريزر. بعد كده يا امارات هنجيب كيلو من الفراولة. بصوا انا المقادير دي قسمتها على 2 علشان الكبة صغيرة زي ما قلت لحضراتكم. جبت الكيلو الفراولة، بحط عليه نص كوباية من الكريم شانتيه الخام، ونص كوباية من السكر البودر، ونص كوباية من الحليب البودر، ونص كوباية من الحليب السائل. طبعا بيبقى ساقع جدا، ممكن تستبدلي حضرتك بمية. هنا بقى ما تغلطوش غلطتي، الكريم شانتيه اسفة الجيل يا بنات جمد مني. لا انا عايزاه بيبقى سايب، بيبقى سايب، بيدي لون اقوى، بيدي اللون الاحمر الاقوى للايس كريم. طبعا انا قلت لحضراتكم ان انا قسمت المقادير فكنت عملتها على مرتين. تضربيه ضربا مبرحا. ضربته كويس جدا يا بنات. حضرتك ممكن عايزه تعززي اللون تخليه لون احمر صارخ، يعني ممكن تجيبي لون طعام صحي. انا او تحبيه تسيبيه باللون الطبيعي بتاع الفراوله. والله كان طعمه وكان ريحته، طبعا الفراوله مش عايزه اقول لكم عن الريحه والطعم. بصوا لما ضربته يا بنات كان، بصوا المطه فيه من قبل برضو ما يدخل الفريزر. وبصوا القطع بتاعه الجيلي كانت، يعني لما جينا اكلناه كان بيبقى قطع جواه كده اللي هي الجيلي، كان مدياله طعم. بس هقول لكم بقى بامانه، يعني ممكن تستغنوا خالص عن خطوه جيلي الفراوله ده. يا اما لو انتوا هتعملوا جيلي فراوله ممكن برضو تعملوا نفس الخطوات من غير ما تحطوا الفراوله اللي هي الفراوله اللي هي الفاكهه، يعني فاكهه الفراوله. بصراحه الاتنين كان طعمهم يعني حلو جدا، بس المانجا كانت احلى من الفراولة، يمكن عشان إضافة الجيلي اللي أنا حطيته. ممكن حضرتك تستغني عنها خالص. وفعلا كان آيس كريم حلو جدا يا بنات، بتمنى تجربوه. ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.